امبارح عمرو اديب طلع بعد هزيمة الزمالك من الاهلي وكان متعصب قوي وقال: هو ده الاهلي التعبان، هو ده الاهلي المهدد بالهبوط. الاهلي كان هيجيب 3 4 اهداف. ايه فكرة الهزيمة اللي موجودة في دماغنا؟ انت عندك لعيبة عظيمة والاهلي نصف لعيبته مصابة، ومنزل لعيبة بقالها شهور ما بتلعبش. امال لو امام عاشور وزيزو موجودين؟ الاهلي يستحق الفوز بكل جدارة وكان ممكن يكسب باكتر من كده. الزمالك ما لعبش بنكلة وضيعنا فرصة تاريخية. الحظ النهاردة كان مع الزمالك وعمل لك كل حاجة. الحكم حسب لك ضربة جزاء وضيعتها، راح الحكم عادها لك. الحكم حسب ضربة جزاء للاهلي وراح لغاها، لكن انت ما عملتش حاجة وطول الماتش بتطفش الكورة وخلاص. وفي المقابل عندك الاهلي لعب بروح الفانلة الحمراء. وبقولها لكم الاخر وابقوا تعالوا حاسبوني: الاهلي بطل الدوري المصري السنة دي. وكمان رد رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية وقال: الزمالك خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم بعد الخسارة أمام الأهلي، وسيفقد العديد من النقاط خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا. وأضاف: الزمالك فقد العديد من النقاط هذا الموسم، من بينها مباراتين أمام فريقين من الصاعدين للدوري الممتاز وهما المقاولون العرب ووادي دجلة، كما سقط في فخ التعادل أمام الجونة بعد أن كان متقدما في النتيجة. ويرجع ذلك إلى سوء إدارة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا المباريات. وتابع وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم استقالة جماعية بأسرع وقت ممكن بعد الخسارة أمام الأهلي، مؤكدا عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية وقلة الموارد المالية داخل النادي وعدم صرف مستحقات اللاعبين. وأضاف: لا بد من رحيل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي، فهو لا يصلح لتدريب الفريق ولم يستطع قراءة المباراة بشكل جيد، وأعاد الثقة للاعبي الأهلي وأعادهم إلى المنافسة على الدوري من جديد. وكمان دخل على الخط مرتضى منصور، وتوجه مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق بطلب لجماهير النادي بعد خسارة فريق كرة القدم الأول أمام الأهلي ضمن مجريات الدوري المصري. وكتب مرتضى منصور عبر تصريحات مرسلة للصحفيين: جمهور الزمالك العظيم، لا تصب غضبك على اللاعبين، فلقد بذلوا جهدا كبيرا في مباراة القمة ليسعدوكم، ولكن هؤلاء اللاعبون لم يتقاضوا مليما واحدا من عقودهم أو مكافآت الفوز في المباريات. وتابع: نادي الزمالك العريق وجماهيره الوفية وأعضاء جمعيته العمومية وفرقته الرياضية، كل هؤلاء ضحية الذي اشترى النادي بجماهيره وأعضائه. وكمان وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة إلى لاعب الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد خسارة الأبيض في لقاء القمة. وكتب الدرديري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: عارف يا شيكا، لو كنت موجود والله ما كان الأهلي كسب الماتش. ومن ناحية أخرى طالب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق برحيل المدير الفني للفريق يانيك فيريرا عقب خسارة الفريق أمام الأهلي بنتيجة 2-1. وقال شيكابالا خلال تصريحات تلفزيونية: المدرب كان أمامه فرصة لحسم اللقاء لصالح الزمالك، خاصة أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته مؤخرا، لكنه لم يستغل ذلك. وأوضح أن الشوط الأول منح الزمالك فرصة للتقدم بأكثر من هدف، إلا أن التغييرات التي أجراها فيريرا في الشوط الثاني أهدرت الأفضلية وفتحت الطريق أمام الأهلي لزيادة الأهداف. وأضاف: كل تغييراته كانت خاطئة، الفريق تحول تماما في الشوط الثاني وكان بإمكان الأهلي تسجيل الثالث والرابع. كما انتقد قرار استبعاد بعض العناصر قائلا: لا يصح أن يتم إقصاء لاعب بسبب أزمة أو خلاف مثل ما حدث مع شيكوبانزا وسيف الدين الجزيري، فالأخير كان يجب أن يتواجد أمام الأهلي. وأشار شيكابالا أن المدير الفني هو المسؤول الأول عما حدث، لافتا أن بانزا لاعب غير مستقر لكن فيريرا تعاقد معه بمحض إرادته. وأشاد في المقابل بأداء الأهلي في الشوط الثاني، مؤكدا أن عماد النحاس نجح في إدارة اللقاء بذكاء بعدما حرر محمود حسن تريزيجيه الذي صنع الفارق. واختتم: الإصابات ساعدت الأهلي، فلولاها ربما لم يشارك حسين الشحات، لكن في النهاية عجبني أداء أليو ديانج، لاعب مختلف ويمثل إضافة كبيرة. في الآخر قال أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق بأن كان لابد من رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عقب الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد في بطولة الدوري. وقال ميدو خلال حديثه التلفزيوني: الزمالك لعب أسوأ ماتش له قدام الأهلي من 15 سنة، والفوز ده رجع الأهلي للمنافسة على الدوري.